كفى فخرا لها ولمن رآها ضياؤكم تشع بها الصدور. ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من معابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب تفتح الأمصار. أيها الأخوة الحاضرين جميعا، اسمحوا لي بعض الوقت لأستعرض لكم بعض النجاحات التي حققناها في النصف الأول من هذا العام، وهي كما يلي. ركزنا في أول الأمر على إعادة ترتيب البيت من الداخل، وعملنا على تجميع الأفراد والضباط وتأهيلهم وتوفير بعض الإمكانيات الضرورية للعمل الأمني. عملنا على استعادة النظام العسكري الذي قد فقد بسبب الظروف التي مرت بها البلاد، والضبط والربط والاحترام المتبادل بين الضباط والأفراد. عملنا على تنفيذ التدبير الوظيفي للقيادات الأمنية، ثم ركزنا على استعادة ثقة المواطن برجال الأمن وعودة العلاقات الطبيعية بين رجال الأمن والمواطنين، وذلك عن طريق ردم الهوة وتصحيح الأوضاع السلبية وإعادة النظر في تعامل رجل الشرطة مع المواطنين. وكان موضوع استعادة ثقة المواطن برجال الأمن شغلنا الشاغل، لأنها جسر العبور لتنفيذ الخدمات الأمنية. ومن أجل استعادة ثقة المواطن قمنا بإدخال الإنترنت إلى إدارة الأمن، وقمنا بإقامة صفحة فيسبوك باسم إدارة الأمن للتواصل الاجتماعي مع المواطنين وتلقي شكاويهم والعمل على حلها لمن لم تسمح له الظروف الوصول إلينا. كما قمنا بتوفير أجهزة كمبيوتر لجميع الإدارات داخل إدارة الأمن كخطوة الأولى، وفي المرحلة القادمة سيتم توفير أجهزة الكمبيوتر لكل الإدارات والمديريات في جميع المحافظات. اهتممنا بالعنصر البشري وعقدنا العديد من الدورات الأمنية لتأهيل العاملين في جميع التخصصات تنفيذا للخطة التدريبية الصادرة عن وزارة الداخلية. ونتيجة التدريب والتأهيل حصلت إدارة أمن محافظة المحويج على المرتبة الأولى في إنجاز الأعمال الإدارية والتقارير الأمنية والإحصائية على مستوى محافظات الجمهورية. كما حصلنا على شهادة تقدير من مكتب معالي وزير الداخلية. كما نفذت الأجهزة الأمنية بمحافظة المحويج العديد من المهام في مجال رفع القطاعات على الطرق الرئيسية، تلك القطاعات التي أزعجت وآلمت الجميع وشغلت حيزا من وقت قيادة المحافظة وأرهقت المجالس المحلية. وقد استطعنا رفع العديد من القطاعات واستعادة المئات من السيارات المنهوبة بالتعاون مع قيادة المحافظة والمجالس المحلية والشرفاء من أبناء هذه المحافظة. نفذت الأجهزة الأمنية العديد من المهام في متابعة المطلوبين أمنيا والفارين من وجه العدالة، وضبط عدد منهم كانوا فارين من سنين طويلة. نجحنا في ضبط العديد من العصابات المتخصصة في السرقات والنهب وإحراق السيارات والقتل. نفذنا العديد من المهام في ضبط المعتدين على أملاك الغير وأملاك الدولة والأوقاف. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من الحشيش لأول مرة في تاريخ المحويج. قامت الأجهزة الأمنية بتأمين العديد من الاحتفالات الرسمية للأعياد الوطنية والفعاليات الشعبية والحزبية بالمحافظة. نجحنا في تأسيس فرع للجوازات بالتعاون مع قيادة المحافظة ومع وزير الداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات والمجلس المحلي في مديرية المدينة ومديرية المحويج، وأيضا بفضل متابعة المقدم محمد العريجي.
نجحت الأجهزة الأمنية في تأمين سير الامتحانات الثانوية والأساسية لهذا العام 2013 بعدد 141 مركز امتحاني، وانتهت العملية بنجاح. عملنا على تقديم الخدمات الأمنية في إدارة شرطة السير والأحوال المدنية بالتسعيرة الرسمية. هذه بعض النجاحات التي حققناها بفضل جهود أبنائكم في الأجهزة الأمنية المختلفة، وأوردناها هنا كي نطمئنكم، وهناك الكثير التي لا يسمح المجال بذكرها هنا. ومن هنا فإن تطوير المزيد من قدرات رجال الأمن وإحداث تغييرات جذرية في بعض المهام الأمنية لا تقتصر على جانب معين، بل تشمل جميع مجريات الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد. وهذا يتيح لنا وفي ظل الحوار الوطني فرصة ثمينة للمطالبة بإصلاح اجتماعي واقتصادي وسياسي لتحسين وضع هذا البلد الغالي والوصول به إلى الغاية المنشودة التي يحلم بها كل مواطن. يسعدني باسمي وزملائي مدراء أمن المديريات بالمحافظة أن ألقي عليكم هذه الكلمة المتواضعة بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري الأول لمدراء الفروع ومدراء الإدارات ومدراء أمن المديريات تحت شعار من أجل الارتقاء بالأداء الأمني. إن المسؤولية الأمنية منظومة متكاملة ومسؤولية مشتركة بين رجل الأمن والمواطن، ولا يمكن تحقيق التقدم والارتقاء بالعمل الأمني ما لم تتضافر جهود كل الشرفاء من مأمورية الضبط القضائي وهيئات المجتمع المدني. أقول لكم نحن سعداء جدا بهذا اللقاء الأمني الأول بمحافظة المحويت الذي يشمل جميع فروع وزارة الداخلية بالمحافظة. سعداء جدا أن نرى هذا الوجيه الشابة وهذا الوجيه النيرة المتعلمة الفاهمة من مدراء أمن المديريات ومدراء فروع المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية بمحافظة المحويت. سعداء جدا بهذا اللقاء والذي يأتي في هذه المرحلة الهامة من حياة بلادنا، وهو القرب من انتهاء مؤتمر الحوار الوطني والتحضير للقيد والتسجيل بعد انتهاء برضو مهمة الامتحانات والمهمات الصعبة التي مرت بها بلادنا في خلال عامين. مطاردة لأخذ الثارات في الأمور بسيطة، الأمور تترتب علينا أن نكون هناك حزم وأن يكون هناك إعادة اتجاه من خلال تعاملنا مع المواطن، تعاملنا مع كما أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير الداخلية الذي دائما متواصل معنا ودعمنا ببعض الآليات من الأطقم وبعض الأسلحة البسيطة، وهو دائما يعدنا. الأخ قائد قوات الأمن الخاصة العميد محمد الفوزي. الأخ قائد شرطة الدوريات العميد عبد العزيز العمسي. أما الآن المقدم محمد المنتصر مدير أمن المديرية تميز في تفعيل لائحة الضبط والإحضار الذي تميز في كشف القضايا المجهولة. المقدم